اهتزت عدن في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها فتاة عشرينية تدعى فاطمة محمد متأثرة بجراحها بعدما تعرضت لعدة طعنات في وجهها وعينها من قبل زميلها الذي يعمل معها في مركز توب سنتر بالعاصمة عدن. وأكدت مصادر محلية عن وفاة المواطنة فاطمة محمد 22 ربيعاً متأثرة بجراحها بسبب تعرضها لعدة طعنات في ظهرها ووجهها وعينها من قبل زميلها المدعو محسن رشاد من أبناء مدينة الشام. وأضاف المصدر بأن المتهم غادر مسرح الجريمة وفر هاربا إلى وجهة غير معلومة في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل للقبض عليه. وتم القبض على أخيه كرهينة لكي يسلم نفسه للجهات الأمنية في العاصمة عدن. وما تزال أسباب الجريمة البشعة التي هزت العاصمة مجهولة حتى الآن، فيما تم نقل جثة الضحية إلى أحد مشافي العاصمة في عدن. رحم الله الفقيدة وألهم ذويها جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.